السوبر في المقابل يبحث عن بطولة رابعة له. خطأ للباير في الجهة اليسرى، ارسال كرة عرضية، هذه خطرة، هذه ممكن تشكل خطورة، ولكن في المقابل ايضا عودة بنتلي يبدو وضربة الزاوية للبافاري. روبن بشكل سريع مرة أخرى عرضية على القائم البعيد، هذه خطرة، هذه جول وبالفعل جول أول من دانتي، جول أول من بونفين صاحب 32 سنة، القادم أيضا من ميشيل باخ يحضر في ضربة رأسية أولى للبافاري، أول أهداف أيضا دانتي. ولكن شوف طبيعي جدا أن نجد هذا الحارس العملاق نوير في منتصف الملعب. ارسال كره طويله، محاوله روبن، هذه خطره، تغطيه مره اخرى من ديجا وعادت بكل ذكاء، ممكن شوف هدف ثاني. جول ثاني بافاري، جول ثاني للباير. اذا هنا شفاينشتايجر يسجل ثاني الاهداف بعد دقيقتين فقط. الالمانيين يضيفون ثاني الاهداف. اول الاهداف كانت عن طريق البرازيلي دانتي، رأسية هذا المدافع، تتبعها ايضا تسديدة شفايني صاحب القميص رقم 31. شوف المحاولة، التغطية كانت خاطئة من سلطان الدعيع، لم يستخلص كرة عادت ايضا الى شفايني يسارية في مرمى خالد شراحيلي. ثاني الاهداف الألمانية من شفايني. اذا شفاينشتايجر يسجل ثاني الاهداف بعد ان سجل دانتي بونفين. اذا ترتفع المحصله الاثنين للبايرن ميونخ. اول اهداف البافاري، اذا اول اهداف بايرن ميونخ. وكما ذكرنا عزيزي المشاهد، طبيعي جدا ان تحضر الاهداف والمتعه والاثاره، خصوصا اذا ما علمنا ان الفريق الالماني كان حاضرا ايضا من قطر، تمكن من الفوز على نجوم قطر برباعيه مقابل هدف، ولكن في المقابل هنا افتتاح الاهداف عن طريق قلب الدفاع دانتي. شوف الانتقال قوي، وجود بمراقبه في لقطه اخيره لدانتي، والدوسري ايضا سدد، ولكن الكره ايضا عاندت. هالمره الكره عادت للفريق الالماني. روبن اقصى اليسار، محاوله مرور الى ليفا، هذه خطره عرضيه، محاوله ايضا ارسال كره الى روبن، عادت مره اخرى خطره، هذه جول ثالث ألماني، جول ثالث للبافاري. اذا الراسية الثالثة بعد راسية دانتي وتسديدة شتايجر. هنا الراسية من ليفا، يبدو هنا الراسية من ليفا، هنا الهدف الثالث بالفعل من الدولي البولندي. شوف المحاولة، ارسال كرة العرضية، استقبال من روبن، عرضية مرة اخرى، رأسية الاخر البولندي. ثالث اهداف البافاري في مرمى الزعيم. 3 مقابل لا شيء. لوفانديسكي يسجل بالفعل. اذا فيصل درويش جاهز ان يكون بديل، ولكن في المقابل العرضية جول رابع للبافاري، جول رابع للفريق الالماني، عرضية في الجهة اليمنى. اذا عرضية ناجحة جدا بعد التصدي والرأسية. رابع اهداف الباير في مرمى الهلال، شوف هينجر، هنا المحاولة كانت من جاتوزا، ارسال كرة عرضية، الكرة تعانق شباك شراحيلي. رابع الاهداف الألمانية. اذا 4 مقابل لا شيء. خروج حمد الحمد والدخول لفيصل درويش. حمد الحمد خروج، سبق اللعب مع التعاون بنظام الإعارة، وهو لاعب اساسا في الفريق الاتفاقي، يخرج يترك مكانه للجديد فيصل درويش. كرة الفريق ولا ارسال كرة من الصوت، هذه خطرة، هذه ممكن للفريق الهلالي، يلا في اخر دقيقة ممكن تشكل خطورة. مرور من عبد العزيز، التسديدة، يا سلام، جول اول للزعيم في مرمى المتزعم، جول اول لكبار اسيا في مرمى كبار اوروبا، جول اول من عبد العزيز الدوسري في 89. حط الهلاليين واحدة
من عبد المجيد الصواط، ما شاء الله لاعب اولمبي قادم، ارسل كرة لا وجود لحالة تسلل فيها، استحواذ من السريع عبد العزيز الدوسري، المرور هنا من شول، والتسديدة في مرمى البديل ليوبولد. أول أهداف الهلال في الدقيقة الأخيرة من المهاجم الخطير واللاعب الخطير عبد العزيز الدوسري. برافو برافو عبد العزيز. إذا الهلال سجل عن طريق عبد العزيز الدوسري، وبعد التمريرة كانت ولا أجمل من عبد المجيد الصواط الفريق الهلالي، وختامها مسك.